السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم حلوه ديال الكونفيتور اللي كتجي لذيذه بزاف، سهله في التحضير، والشكل ديالها كيجي اكثر من رائع. وما كاينش اللي غيكون هاد الحلوه هادي ما كلهاش في الصغر ديالو. ندوزو على بركه الله الطريقه ديال التحضير. عندي هنايا الزبده نوعيه جيده، عندي 200 غرام، غادي نزيد ليها كاس ديال السكر سنيده وفاني، غادي نخلطهم مزيان، وغادي نزيد كاس ديال الزيت. كيف ما كتشوفوا معايا الزبده عندي بحراره المطبخ فدغيا، يعني كنخدموها. غادي نزيد لها 2 بيضات وخماره ديال الحلوى فئه 8 غرام، وغادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه، يعني ما تخويش الدقيق دقه واحده باش ما تقصحش لكم العجينه ديالكم. غادي نبدا نجمع العجين ديالي باطراف الاصابع بلا ما تدلكوها. صافي كنبدا نجمع العجينه ديالي، كنحصل على واحد العجين اللي كتكون لينه، ما كتكونش قاصحه، كتكون رطيبه. وغنبدا نشكل كويرات يكونوا متوسطين، يعني ما يكونوش كبارين ما يكونوش صغيورين. عندي هنايا بياض البيض اللي ضربته بالفورشيط، وعندي كاوكاو اللي ديجا حمرته وهرمشته. غنبدا ندوز الحلوه ديالي في بياض البيض وفي الكاوكاو اللي هرمشناه على هذا الشكل هذا. صافي وكنستف الحلوه ديالي في اللاطه. من بعد كناخذ يعني شي حاجه اللي كنشكل بها واحد الثقب في الوسط ديال الحلوه، وكندخلها كطيب نص طيبه. اون فوا كتبدا تنفخ لينا كنعاود هاد العمليه هادي باش يبقى لنا المجال فين نديرو الكونفيتور. هنايا كتشوفوا كندير غير شي شويه ديال الكونفيتور، ما تكتروش بزاف باش ما تسيح ليكمش في الفران. صافي كندخلوا الحلوه ديالنا تحمر من التحت ومن الفوق، وكيكون هذا هو الشكل ديالها. كيف ما كتشوفوا كتجي يعني عاطيه واحد اللون اللي زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله الوصفه الا نالت اعجابكم انكم تخليو لي لايك وتعليق، والى وصفه اخرى ان شاء الله.